بداية قصتنا مع واحد اسمه دانيال واقف في الجيم بيتمرن وبيقول لنفسه بكل ثقة: أنا ضخم، أنا مثير. فجأة المكان بيتحول لساحة حرب، قوات من الشرطة وعربيات كتير بتحاصر الجيم، وجيش من الضباط والعساكر نازل يقبض عليه. في اللحظة دي دانيال بيقرر يجري بأقصى سرعة يحاول يهرب، لكن عربية شرطة بتخبطه وبيطير على الأرض. ومن هنا بنعرف إن اللي بيحصل ده كان في ميامي، فلوريدا، ما بين أكتوبر 1994 ويونيو 1995. عشان نفهم ليه كل ده حصل لازم نرجع بالأحداث لورا شوية، بالظبط ل6 شهور قبل اللحظة دي. بنرجع نشوف دانيال وهو داخل الجيم ونعرف إنه مدرب كمال أجسام شاطر جدا وبيعرف شغله كويس، وبيحكي لنا إنه من زمان وهو حاسس إنه مش شخص عادي. وساعتها بنشوف واحد من اللي بيتدربوا معاه اسمه أدريان بياخد منشطات كتير عشان جسمه يبقى ضخم وعضلاته باينة بشكل مبالغ فيه. بعد كده بنروح نشوف أهم زبون عند دانيال، رجل أعمال غني اسمه فيكتور، بيبدأ يدربه على رفع الأوزان. وخلال التمرين فيكتور بيقوله إن بيته تمنه 3 مليون دولار وعنده كمان مطعم ضخم قريب من المطار. بعدها بيروح دانيال يتقدم لشغل جديد كمدرب في نادي تاني، وهناك بيقابل صاحب المكان وبيقترح عليه أفكار لتطوير النادي. أول اقتراح يعملوا منتجع رياضي شامل واللي هيضاعف عدد المشتركين 3 مرات في خلال 3 شهور. وبالرغم من إنه معترف إنه اتحكم عليه قبل كده، إلا إن صاحب النادي بيوافق إنه بيعينه. وبعد 3 أسابيع بس من توقيعه العقد فعلا عدد الأعضاء في النادي زاد جدا. بدأ يعمل عروض مجانية للزبائن والنادي تحول بالكامل، والفلوس انهالت على صاحب المكان. وفي المقابل دانيال اترقى وبقى منسق أعلى للمدربين وبدأ يستمتع بمميزات كتير. في يوم فيكتور بيسأل دانيال عن نوع البارفان اللي بيستخدمه، وبيفاجئه دانيال إنه بارفان فانيليا، لكن فيكتور بيتضايق من الريحة وبيقوله يغيرها. وبعدها دانيال بينصحه إنه يعمل شركة في جزر البهاما لأنها معفاة من الضرايب. فيكتور بغباء بيأكد له إن معاه فلوس كتير في أمريكا وكمان براها، وبيدله على المحاسب بتاعه وبيقول له يجي معاه يقابله. ساعتها دانيال بدأ يحلم بعالم الأغنياء وبيتمنى يكون زيه غني ومعاه ملايين. وبعدها قابل أدريان واشتكاله من الفقر وقرف الشغل. دانيال وقتها قال له إنهم لازم يفكروا في خطة تكسبهم فلوس كتير. دانيال بيجيب الراعي الرسمي للمباريات، وفعلا الراجل بيوافق وبيخلص له كل الأوراق المطلوبة. تاني يوم بيروح دانيال البنك بالأوراق المختومة، والبنك بيوافق على إنه يشتري كل ممتلكات فيكتور، وبيخرج دانيال من البنك فرحان وطاير من السعادة. بعدها بيفتح موضوع بقية الخطة مع بول وبيقول له إن لازم يخلصوا من فيكتور، لكن بول بيرفض العنف تماماً. فدانيال بيحاول يقنعه وبيقول له إن لو سيبوا فيكتور عايش أكيد هيبلغ عنهم وهيدخلهم السجن. بالليل بيروح بول عند فيكتور والراجل بيقعد يترجاه إنه يسيبه يعيش. بول بيقول له إنه مش قادر، وبيشربوا مع بعض كمية كبيرة جدا لحد ما يسكروا. دانيال بيتعصب جدا على أدريان وبيطلب منه بسرعة يجيب بنزين، بيغرق العربية بالبنزين وبيولع فيها، لكن برضو فيكتور بيخرج سليم وده بيجننه أكتر، فبيؤمر بول إنه يخبطه بالعربية. بول فعلا بيخبطه، وبعدين دانيال يؤمره يدوس عليه تاني عشان يتأكد إنه مات، فبول ينفذ ويمشوا. لكن فيكتور بيكون لسه عايش وبيتنقل للمستشفى. في المستشفى فيكتور بيبلغ إن أدريان سرقه وعذبه، لكن محدش بيصدقه بسبب كمية المخدرات اللي كانت في دمه. وفي الوقت ده دانيال بيهزع الفلوس وكل واحد فيهم بيعيش حياته. ولما يعرفوا إن فيكتور لسه عايش بيقرروا يروحوا المستشفى يخلصوا عليه. فيكتور بيتصل بصاحبه القديم إيد اللي كان ضابط شرطة وبيقول له كل اللي حصل معاه، فإيد بينصحه يهرب من المستشفى بسرعة قبل ما دانيال والناس توصله. وبالفعل دانيال ورفاقه بيوصلوا المستشفى متنكرين في لبس ممرضين وبيفضلوا يدوروا عليه، لكن بيلاقوا إنه خرج. بعدها فيكتور بينتقل لأوضة تانية يعيش فيها، وفي الوقت ده
دانيال بيكون بيستمتع بالفلوس وبيتعرف على جيرانه وبيعامل عمال المطعم باحترام عكس فيكتور اللي كان دايما متكبر عليهم. إيد بيبدأ يراقبهم من بعيد وبيقدم في النادي اللي شغال فيه دانيال. فيكتور في الوقت ده بيتصل بكاتب العدل ويهدده بالسجن بسبب التوقيع على الورق وبيطلب منه يرجع الفلوس. كاتب العدل بيروح يبلغ دانيال ودانيال بيأمره يجرجره في الكلام علشان يعرف مكانه، بس فيكتور بيقفل المكالمة. دانيال بيتصل تاني على نفس الرقم وبيعرف المنطقة اللي فيها فيكتور وبيروحوا له، لكنه بيكون سبقهم وهرب. لما يسألوا صاحب المكان مين بيدفع الإيجار بيوري له صورة إيد ودانيال بيتصدم. إيد يروح لرئيس الشرطة ويفهمه إن فيكتور صادق وبيقول له إن دانيال وأصحابه هيفكروا في عملية جديدة، وبالفعل بيروحوا على بيت إيد عشان يخلصوا عليه مش عارفين إنه ظابط. ولما يشوفوا عربيات الشرطة حواليه بيهربوا. العربية بتاعت إيد كانت بايظة فرجالة الشرطة وصلوه. بعدها بياخد فيكتور يعيش معاه لحد ما يرجع له فلوسه. دانيال ورفاقه يحددوا ضحيتهم الجديدة. راجل أعمال كبير دانيال بيقابله ويعرض عليه مشروع، لكن الراجل بيرفض وبيحصل بينهم خناقة ودانيال يزقه يقع ويتخبط في دماغه بحديدة تموته. مراته تدخل تتجنن وأدريان يحقنها بمخدر، ولما ترفض تقول لهم رقم الخزنة يضربوها لحد ما تعترف. لكن الكلب بيشوف كل ده وبيهرب. تاني يوم بيروح دانيال وبول يفتحوا الخزنة بس الرقم يطلع غلط، فيكلموا أدريان اللي بغبائه يحقن الست بجرعة زيادة فتموت. دانيال بيتجنن ويطلب من بول يتخلص من الجثة. بياخدوهم المخزن وبيروحوا يشتروا معدات، ودانيال يقطع الجثث بالمنشار لكنه يعلق في شعر الست فيكمل بالسطور ويؤمر بول يحرقهم. في الوقت ده رئيس الشرطة بيروح لإيد ويأكد له إن الجماعة دول ورا اختفاء الراجل ومراته. بول يحرق الجثث في الشارع ودانيال وأدريان يرجعوا المنشار، بس بياخد باله إن في نقطة دم وقعت على لبس البياعة. بتوصل إشارة للشرطة بمواصفاتهم وبيبدأوا يدوروا عليهم. دانيال وأصحابه يهربوا الجثث في براميل ويرموها بعيد. الشرطة تجهز نفسها وبتبدأ المطاردة. بيقبضوا على بول من الكنيسة وعلى كاتب العدل من النادي وعلى أدريان من الحمام، وبيهرب دانيال بمركب. بيرجع فيكتور بيته وإيد يسأله يتوقع دانيال فين، فيفتكر فلوسه في البنك. فعلا دانيال بيكون هناك بيسحب الفلوس. الشرطة توصل ودانيال يحاول يهرب لكن عربية تخبطه وبيتقبض عليه. أخيرا بيتحاكموا وكل الشهود بيشهدوا ضدهم، والشرطة تلاقي البراميل وبيتعدم دانيال وأدريان، وبول بياخد 15 سنة بعد شهادة فيكتور لصالحه. بول يدخل السجن وبيقرر يتوب، وهنا بنشوف الصور الحقيقية لدانيال وأدريان وبول. وكده تكون خلصت أحداث فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير واشتراكتكم في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بس كده، سلام.